أهلا بيكم كل أعزائي قناة سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. النهاردة موضوع جديد وفيديو جديد عن قضية شائكة، هي قضية المساكنة ازاي تقنع الجيل الجديد ان الفكرة دي خطر جدا. دي من أهم القضايا اللي ناقشها مسلسل الهرشة السابعة، ماشية كده في خط درامي في المسلسل. إن البطل طلب من البطلة اللي كانوا في مرحلة المواعدة بعد 10 شهور إنها تنقل وتسيب البيت بيتها وتيجي تعيش معاه في البيت من غير جواز. وهنا كانت صدمة البنت. في كتاب اسمه توكسيكولوجي شرح فكرة الالتزام، إن أي التزام هو أساس أي علاقة صحية، وإن علماء العلاقات لقوا إن الالتزام بيقوم بشكل أقوى. وفي دراسات اتعملت عن تمسك القابل ببعض أو مفارقتهم في حالة عدم وجود جواز أو وجود جواز رسمي معلن أو عدمه. لقوا إيه بقى؟ نسبة اللي بيفرقوا بعض بعد المساكنة أكبر بكتير من اللي بيفرقوا بعض بعد الجواز. ليه؟ فكرة الالتزام بتقوم على وجود 3 محاور رئيسية. رقم 1، مرجع، يعني نرجع له وقت الاختلاف. 2، مسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر وتجاه إن الجواز يقوم. 3، استمرارية، ودي بتخلي الإنسان عنده هدف واضح يكمل، زي فكرة الترقية في الشغل، بتخليك على استعداد تكمل عشان تترقى. إنما المساكنة هي تيار شرس عاوز يهدم المجتمع من جذوره. مشكلته الوحيدة إن صوته عالي، معظم المراهقين بيعانوا من زيجات أهاليهم وبيشجعوا بعض على فكرة إن الجواز منظومة فاشلة، وبالتالي بيشجعوا فكرة إن احنا نختبر علاقتنا ببعض أفضل ما نتفاجئ ونتطلق. دي حجج اللي أصحاب التيار ده بيقولوها، ومشكلتها إنها هشة جدا وقائمة على عدم خبرة، بس شكلها بيبان إنه صح. لكن الحقيقة التيار ده خطير، بيضرب الجواز في مقتل. الحل في المناقشة والحوار مع المراهقين، بسبب إن احنا لازم نكون فاهمين بندافع عن ايه. أبسط حجة، بص على الدول اللي بتطبق المساكنة من زمان والناس اللي عاشوها وصلوا لإيه. أقولك وصلوا لنسب كبيرة من الإجهاض المصاحب للعقم والمرض النفسي ومحاولات الانتحار. كل الكوارث المصاحبة لتشويه نموذج الزواج. البنت في العلاقة دي هي اللي بتكون الضحية بنسبة كبيرة، وبنسبة كبيرة هي اللي بتدفع الثمن، لأنها بتفقد مشاعر الأمان اللي هو الاحتياج الأكثر أهمية بالنسبة للمرأة، خصوصا لو العلاقة دي لم تؤدي إلى زواج. ساعتها بتدور على إنسان تاني، وغالبا متقبل فكرة الزواج دي، بس طبعا أكيد إنه إنسان غير سوي وإنسان استغلالي. النموذج الإلهي اللي دعت له كل الأديان هو عبارة عن الزواج بين الرجل والمرأة بعقد وعهد معلن، اللي هو الإشهار. ليه؟ عشان يضمن للمرأة بالذات أمان اجتماعي ونفسي وروحي وجسدي، وبالنسبة للراجل بيساعده يحافظ على عهده تجاه المرأة دي وتجاه العلاقة دي. كسر وصية الله حرام في كل الأديان، بتكسر أمان وسلام الإنسان، بعيدا عن مدى إدراكنا قد إيه الموضوع ده يغضب ربنا. دايما في حد نرجع له، دايما يكون في مرجع لينا، مش زهقنا وهنمشي، ما ينفعش. الدليل ان في الوقت اللي احنا عاوزين نروح برجلينا للاتجاه ده، دول كتير من اللي كانت بتطبق المساكنة بتعاني من تشوه نموذج الزواج وقلة النسل، وعاوزين يرجعوا للنموذج الأصلي. فياريت نفوق ونركز، احنا بنصدر لولادنا صورة ايه عن الزواج، بدل ما نكرههم فيه ونرجع نستغرب ليه مش عاوزين يجربوا وليه مش عاوزين يتجوزوا. شكرا لأسرة مسلسل الهرشة السابعة على القضية الشائكة دي، وعلى كل الأفكار وعلى كل التفاصيل. ياريت نحتوي ولادنا في مرحلة المراهقة بالتفاهم والحوار. 95% من مراهقين في أمريكا، ودي دراسة اتعملت، نفسيتهم ممتازة وقدروا يتغلبوا على مشاكلهم، كان بسبب ان ماما وبابا في البيت متفاهمين. بس كده بس كده.
يعني مش أغنياء، لا مش شرط. يعني مش عندهم كل حاجة، لا مش شرط، بس متفاهمين. الحوار مع ولادنا في مرحلة المراهقة، نموذج الأب والأم اللي بيقدموه لولادهم بيشجع كتير قوي على احترام فكرة الزواج وقبول فكرة الزواج والرغبة في تقليد هذا النموذج الإلهي. ربنا يعيننا كلنا على تربية أولادنا، ونتقابل في فيديو جديد وفكرة جديدة وقضية جديدة. لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوف القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك سبسكرايب. شكرا، ونشوفكم على خير.